العالم كله كيتسنى انطلاق اكبر سفينه في التاريخ. من العظمه ديالها سموها معجزه الابحار، وهي سفينه ايكون اوف ذا سي اللي غادي تخرج من بحر الكاريبي في يناير 2024 على الظهر ديالها 8000 شخص من اغنياء ديال الكوكب، وغادي تكون فيها اكبر حديقه مائيه في العالم. ولكن قبل ما نهضروا على السفينه خاصنا نعرفوا حجم السفن كيفاش كيتم القياس ديالو. حجم السفينه يقاس بوحده القياس اسمها جي تي، وهي اختصار لمصطلح غروس توناج، المعنى ديالو الحموله الاجماليه القابله للاستخدام في السفينه، وتقاس بالطن. مثال السفينه ديال التيتانيك الشهيره عندما تم التصميم ديالها في سنه 1912 الحجم ديالها كان يزيد على 46000 طن. في سنه 1996 الانسان قدر يبني سفينه سموها ديستيني كلاس، حجم ديالها يزيد على 100,000 طن، يعني ضعف السفينه ديال التيتانيك. في 2022 قدروا يبنيو سفينه الحجم ديالها يزيد عن 236,000 طن، يعني اكبر من التيتانيك ب5 مرات. وهذه السفينه كانت اكبر سفينه في التاريخ، لحد ما خطوط البحريه رويال كاريبين انترناسيونال اعلنت عن سفينه ايكون اوف ذا سي، سفينه من تصنيع شركه ماير توركي الفنلنديه، وغتكون جاهزه للابحار في مطلع سنه 2024. حجمها او الحموله الاجماليه غتوصل ل 250 و 800 الف طن، وقد تم تجريبها في مياه مفتوحه ونجحت العمليه. السفينه تشتغل بالغاز الطبيعي المسال، والتكنولوجيا الثانيه اسمها خلايا الوقود، بحال تقريبا البطاريات، وكتخدم كذلك بالهيدروجين والاكسجين اللي كتقدر تنتج منه كذلك الكهرباء. وباش نعطيك واحد الصوره تقريبيه الحجم ديال السفينه، اجي نقارنوا بينها وبين التيتانيك اللي كلشي كيعرفها. سفينه التيتانيك كانت عندها قدره استيعابيه كتهز تقريبا 2240 راكب بما فيهم طاقم السفينه، ولكن السفينه الجديده الطاقم ديالها بوحده واصل ل 200 و 350 فرد، يعني غير الطاقم ديال هذه السفينه اكبر من الركاب ديال التيتانيك كامله، وغادي تهز معاهم 5610 راكب، بمعنى مجموع كتهز 8000 شخص. التيتانيك كانت تتكون من 10 ديال الطوابق فيهم 840 غرفه، في مقابل السفينه الجديده فيها 20 طابق، فيها 4 فئات مختلفة من الغرف، واصل العدد ديالهم من 2805 غرف. أول فئة من الغرف هي السويتس أو الأجنحة، فيها 13 درجة مختلفة بمساحة كتوصل ل 65 متر، بلكونات بالمساحة واسعة جدا تطل على البحر بصورة بانورامية، تقدر تعتبرها فيلا متكاملة على السفينة. السكان ديالها دايرين لهم حي خاص بهم، ممنوع على أي شخص يدخلوا، ومتوفر لهم أرقى الخدمات ووسائل الترفيه. ثاني فئة وهي بالكوني اللي فيها 8 درجات مختلفة، المساحة ديالها كتوصل ل 26 متر. الفئة الثالثة هي الاوشن فيو، فيها درجتين والمساحة قريبة تقريبا من الفئة اللي قبلها، لكن الفرق انه ما عندهمش بالكونات، عندهم فقط نوافذ. الفئة الأخيرة وهي الانسايد أو الغرف الداخلية، فيها 5 ديال الدرجات ولكن ما فيها لا نوافذ ولا بلكونات. دابا شحال غادي يكون الثمن بالنسبه لهاد السفينه؟ بالنسبه لاول رحله متاحه غادي تكون رحله سياحيه المده ديالها 7 ليالي، غادي تزور فيها مجموعه من جزر الكاريبي. ارخص غرف كيوصل الثمن ديالها 3600 دولار للفرد الواحد. الفئه الثالثه 3700 دولار للفرد الواحد، والفئه الثانيه 4900 دولار للفرد. والفئه الاجنحه في هذه واصل الثمن ديالها ل 19000 دولار للفرد الواحد. الشركه التي تمتلك السفينه اعلنت انه بالاماكن الترفيهيه اللي كاينه فيها غادي يحطموا ارقام قياسيه في عالم السفن. السفينه ايضا تمتلك اكبر حديقه مائيه عائمه في التاريخ. دير طاق صاحبك المليونير اللي غتسافر معه.